والسيد محمود من يقول لك بعد الصلاة تقبل الله ويصافحك. انتم مالكم هذه المرة هذه على الأسئلة اللي فيها المشاكل. شوف هذه القضية إذا يعني نحن نعلم أن الأذكار التي كان يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لم يكن فيها هذا الدعاء الذي هو تقبل الله، لم يكن فيها أذكار البعدية للصلاة كذا 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 معروفة، وليس فيها هذا. فمن اتخذه عادة مقررة لابد أنه بعد كل صلاة يقول تقبل الله تقبل الله تقبل الله، يرى ذلك من تمام ما يفعل في الصلاة، فهذا نقول له فعلك هذا لا يجوز، لأنك تزيد في الصلاة ما ليس فيها. واضح؟ يعني أنت ترى أن هذا لابد، وإذا لم يفعله إنسان تنكر عليه، هذا طبعا لا يصح، لأن كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله: وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. لكن أنا دخلت الجامع اليوم والسي مبارك ما شفتوش هذه 3 أيام ولا 4 أيام، ودخلت لقيت الناس غير دخلنا بدينا نصلي.